يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكامل الصحة والعافية في احسن الاحوال. طبعا الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا كنت تعبانة. شكرا لكل الناس اللي دعت لي والناس اللي كتبت كومنتات ايجابية. ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وربنا يجعل لكم من جبر الخواطر نصيب يا رب. وكل دعوة بتدعوها لي يعلم ربنا انا بردها لكم وبزيادة. وبدعي لكم على طول ودايما انتوا في بالي لانكم انتوا اخواتي وحبايبي وعيلتي الجميلة طبعا. اللي لسه ما يعرفنيش، انا ام مايكل ودي قناتي. وخدي لك جولة في القناة، ولو عجبتك القناة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه، وعشان تستفيدي مننا وكمان عيلتنا الصغيرة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. طبعا كده قمت بقى. الأكلة ديت أصلا طلبوها مني أكتر من مرة حتى من قبل ما أتعب وكده. فانتوا عارفين بقى الحر والفرهدة والوقفة في المطبخ وكده. فكل شوية أجلها لحد ايه ما تعبت. فما كانش ينفع ان انا اقوم واعملها وانا تعبانة. فما صدقت كده ان انا الحمد لله شميت نفسي شوية. فقلت اقوم بقى اعمل لهم اكلة كويسة كده. انا كنت بعمل لهم اكل سهل وسريع كده وبسيط. قلت اعمل لهم بقى الاكلة اللي نفسهم فيها. طبعا طلباتهم اوامر حبايب قلبي دولت طبعا. وما نقدرش نتأخر عن بيتنا او عيالنا او كده. فلازم طلباتهم مجابة، صح ولا ايه رأيكم؟ قولولي كده في التعليقات. حد بيقدر ان ابنه مثلا او بنته عايز طلب ومثلا في ايده انه يعمله ويأجله؟ لا طبعا. دولت نور عينينا. فلازم كل حاجة حتى لو زي ما بنقول كده بالعامية هنقطع من لحمنا ونديهم فعلا مش هيبقى كتير عليهم، مش هنستخسر فيهم. تعالوا بقى نخش الفيديو. ويا ريت لو استفدتي من الفيديو بمعلومة واحدة، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشرفيني باشتراكك. كده زي ما انتوا شايفين طبعا عرفتوا هنعمل اول حاجة بدأت عندي قطع كده من الفراخ. خدتها وحطيت عليها قلت بقى اشوحها كده مع بصل وطماطم والبهارات، فلفل، ورق لورا ومستكة وحبهان. وهشوحهم، وبعد ما يتشوحوا كويس هنزل عليهم بمية مغلية واسيبهم بقى علشان انا محتاجة شوربة. انا بدأت اشتغل في الحاجات اللي هعوزها الاول عشان تلحق تستوي وتطلع لي شوربة اشرب منها المحشي كده. وطبعا قبل كده الناس اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا بقول لهم لو عندك مثلا هتعملي محشي وتبدأي بقى تحضري من بالليل، بحيث ان في الحر ده ما تقفيش بقى وقت طويل في الحر وفي النار ديت. يعني انا من بالليل قورت الكوسة كده والبتنجان والفلفل وكله، ورحت حطاهم في علبة بغطا كده في التلاجة لتاني يوم. ورحت مطلعاهم غسلاهم وحطاهم في المصافي يتصفوا زي ما انتوا شايفين كده. الخلطة معايا النهاردة هعملها ني في ني، وكانت رائعة رائعة جدا جدا. جربيها كده وان شاء الله هتعجبك وان شاء الله هتعتمديها طول الحر ده. طبعا الجو حر واحنا مش مستحملين مسبك وتعب معدة. فانا كده كده تعبانة يعني وما كنتش هستحمل الاكل ده وقلت يبقى خفيف برضو على الاولاد. خلاص احنا لما بنروح مثلا لدكتور او كده ويقولك الحاجات ديت المفروض ان كل الاسرة تمشي عليها، مثلا اكل معين او كده او حفاظا على صحة اولادك، فالمفروض تمشيهم على سيستم معين. فانا بدأت لما تعبت بصراحة ان انا عاملة زي كارت ارهاب ليهم. بمعنى ان انا بخوفهم من الحاجات الخطر، واقول لهم الدكتور كان بيقول ده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع بقدر الامكان علشان ما يوصلوش للي انا وصلت له بصراحة. ناس كتير بعتت لي وسألتني، في ناس بعتولي على الخاص احنا كذا مرة نسألك عن طبيعة
تعبك، انت على طول تعبانة، ممكن تصارحينا بطبيعة تعبك. صدقوني انا كل فترة اقول لكم انا هقول لكم انا هقول لكم، بس بنسى وبنشغل. آه، انا مش عارفة اقول لكم ايه. صدقوني احنا المجال ده، واكيد اللي في المجال ده عارف وعارف الضغوط اللي بتكون عليه بصراحة. انتوا بيطلع لكم مثلا الفيديو كده متصور، متهيأ لكم ان احنا كده بنصور وعلى طول ننزله على اليوتيوب وخلاص كده ايه الدنيا تمام تمام فلة كده. لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. ربنا عالم بالمجهود اللي احنا بنعمله، بنعمله ان كان شغل، ان كان مونتاج، ان كان اي شيء في الفيديو علشان يطلع لكم بصورة كويسة. دلوقتي انا هقول لكم على الخلطة الاول، نتكلم بقى ايه في الفيديو الاول وهرجع تاني ايه وهرد عليكم. عملت الخلطة بصلاية كده محترمة، ودعكتها بملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وبهارات لحمة. ما تستغربوش بهارات اللحمة، التكية دي روعة اصلا يا حبايبي في ايه، في في المحشي المشكل بتكون رائعة جدا. وبعد كده نزلت بالخضرة عطيتها برضو ايه، دعكة كده ايه مع بعضها عشان كله يختلط ببعض وياخد من طعم بعضه. وكنت غاسلة كده ايه معايا رز برضو ايه، عطيته دعكة معاهم كده. وبعد كده نزلت ايه بالطماطم، الطماطم كنت مسبكاها. لو لاحظت في اول الفيديو كان معايا كمية من الطماطم حطيتها على النار زي الطماطم اللي بنخزنها بالظبط. غسلتها وقطعتها وحطيتها على نار اتسبكت. وبعد كده ايه ضربتها بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر ما فيش اي مشكلة، هنعملها ايه في الخلاط العادي. وانا مش بصفي ايه الطماطم، طماطم المحشي انا مش بصفيها، وهي لما بتستوي بالطريقة ديت مش بتطلع قشور ولا بذر كتير. ورحت بقى ايه مخلصة كده الحمد لله. ورحت ايه بدأت احشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت برضو ايه بكمية كويسة من الزيت والملح. بقى تدوقي الملح وتحاولي تظبطي الملح معاكي. خلي بالك علشان انتي هتحطي شوربة، فالشوربة بتكون متحيقة. ما تروحيش بقى تحطي شوربة متحيقة وخلطة فيها ملح، ما تراعيش الملح وتبصي تلاقيه في الاخر ايه بقى خلاص زي ما بنقول كده مشي معاكي. يعني العادب بيتدوى لكن الحادق بيترمي. ديت قاعدة كده ايه حطيها في دماغك. بدأت بقى احشي الكوسة. وطبعا هنعمل طريقة تسوية مختلفة. قبل كده كنت بعمل معاكم في الحلة، لو ملاحظين النهاردة انا بعمل ايه في الصينية كده. هنعمله في صينية وهنحطه ايه في الفرن، هنسويه في الفرن وهيبقى رائع جدا. وفي الاخر هنديله وش كده. في ناس بتحب بقى ايه في البتنجان ده تاخده ايه تحمره كده تديله تحميرة ايه، في طاسة كده على النار. لا كده هياخد وش في الفرن وهيطلع في منتهى الجمال والروعة، ولا اطعم ولا اخف والذ محشي ممكن تاكليه الني في ني ده. كل حاجة بتبقى طازة كده وصابحة معاكي وطعمها روعة 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 بأمانة. كده بعد ما شربته طبعا انا مش بشربه مية كتير ولا بخلي الشوربة، مش بخلي الشوربة عالية عليه. هو يدوبك لحد ربع الصينية كده من تحت وخلاص. لان انا معايا الخلطة ني في ني اصلا وفيها مية. يعتبر ايه الطماطم برضو مش متسبكة قوي والخضرة وكل حاجة ايه هتعمل مية فتنزل ميتها، ما يعجنش معاكي. ما تحطيش بقى شوربة بزيادة ويقوم يعجن معاكي. يا رب الفكرة تكون واصلة لكم. وكده غطيته بورق فويل ودخلته ايه على نار عالية. فانا بحط الشبكة على الرف الاول وبتكون النار عالية على الاخر لحد ما يتشرب. وابدأ ايه اوطي عليه النار يتلدن كده زي 10 دقايق. وبعد كده بشيل ورقة الفويل من عليه وبشغل عليه ايه الشواية. وبكده بيكون جاهز معايا وزي الفل. كده ايه بدأت اخد بقيت ايه البتنجان معايا وهاخد معايا برضو ايه الفلفل من نفس الخلطة ديت. إيه الناس بقى اللي بتسألني على طبيعة تعبي، اوعدكم باذن الله باذن الله هخصص فيديو معين كده في يوم هقول لكم وهجاوب على كل اسئلتكم. و
وبعد الشر عني وعنكم لا انا ما عنديش مرض وحش ولا اي حاجة الحمد لله. نشكر ربنا على كل حال. لان في ناس بدأوا ينشروا ان هي كل شوية تعبانة فهي عندها مرض وحش. فلنفرض يعني انا عادي، انا ست مؤمنة بقضاء الله حلوة ديت. لو ربنا قاسم لي بالمرض ده، لا حيلة في المرض ولا في الرزق يا جماعة ولا في الموت، هو في ايه يا حاجة وربنا بعتها لي عادي، ما فيش اي مشكلة. هتحملها وزي ما بنقول المؤمن متصاب وربنا بيختبر ايماننا وصبرنا في التعب ده، فعادي ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي، يعلم ربنا عادي ما فيش مشكلة. بس للأمانة لا انا ما عنديش مرض وحش الحمد لله. انا عندي حاجة اخطر من السكر ومن الضغط. بصراحة اغلب الناس هتفهم، لو عندهم هيعرفوا هو ايه. الدكتور قال لي حرفيا هو اخطر من السكر والضغط. ف... وحافظي بقى وتعيشي على العلاج ده طول حياتك. الحمد لله كل اللي تجيبه ربنا فضل ونعمة، طالما ليه دواء الحمد لله نشكر ربنا على كل حال. ندخل في الفيديو تاني. كده اتبقى معايا ايه الناس بقى اللي معايا من الاول عارفين ان مايكل ما بياكلش المحشي المشكل كله، ما بياكلش الا ورق عنب وكرنب بس فقط لا غير من جميع المحشيات. فراخ محشية، حمام محشي، الحاجات ديت. لكن ان محشي مشكل لا ابدا. فقلت لا، انا بقالي كم مرة اعمل المحشي واعمل له ايه اللي هو الفرط ده. بصراحة هو بيحب الرز الفرط ده، فقلت لا هو كده كده بيحب الكرنب وباقي معايا خلطة، فابدأ ايه اعمل طاجن كده وادخله الفرن ايه بالمرة. وكان عندي بقى شوية غسيل كده كنت مشغلة عليهم، قلت بقى ايه اطلعهم وانشرهم بقى عبال إيه لما الاكل يستوي ارد بقى احط لهم غداهم، ويبقى برضو ايه هم الغسيل يتشال من عليا. لان احنا بصراحة بناكل وبنأنتخ. مين زي كده؟ اللي زي كده يكتب لي في التعليقات انها كمان بتاكل وتأنتخ. بس بأمانة انا بحاول بقى اقاوم ان انا ما انتخش، لا اقوم بقى وايه واشوف البوتاجاز واشوف الحلل والم الاكل واشوف الدنيا اللي ورايا. كده اهوت زي ما انتوا شايفين. طلعتهم ايه نشرتهم على الحبل كده. انا كنت مشغلاها ايه دورة، والغسالة عندي بتكون ايه صغيرة، غسالتي صغيرة، فبشغل ايه شويات صغيرة كده ايه على قدها. دولت في الاول كانوا شوية غسيل برضو ايه كانوا منشورين، شلتهم وحطيت مكانهم ايه الابيض والفوط اللي انتوا شفتوه. ما شاء الله غسيلي فلة فلة فلة. مش بشكر في نفسي طبعا. لو وصلت لحد هنا اكتبي غسيلك فلة يا ام مايكل. وكده الفراخ بقى ايه حطيتها كده معلقة من الصلصة وشوية من الزيت وملح وفلفل وزعتر، وبدخلها تحت الشواية تاخد ايه تاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وايه وغرفت بقى الاكل كده ورحنا بقى كان مش قادرة اقول لكم. عارفين اللي هيعيط من كتر اللذة، ويعلم ربنا كان تحفة تحفة تحفة. جربي وانت هتعرفي. بقول لكم ان انا عملت ايه دورة غسيل تانية اهيت كمان. وهبدأ بقى ايه الم المطبخ بتاعي كده بعد الغدا طبعا. زي ما قلت لكم انا ما بقدرش انتخ وانا عارفة ان ورايا شغل. لو حتى فيا تعب الدنيا مش هقدر انام ولا احط راسي على المخدة وانا عندي الدنيا كده في المطبخ، عمري في حياتي ما اقدر اعملها. انا ببقى واقفة ربنا العالم بيا شكلي ايه، بس برضو إيه لا هكمل يعني ايه هكمل اللي ورايا. وكان النور طفى، لو كان واضح ليكم كنت مطلعه الازايز ديت. وغسلت بقى مواعيني ولميت الاكل حطيته ايه في منظمات تدخل التلاجة اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وغسلت المواعين كلها، الصواني بقى والحلل والليلة اللي كانت معايا ديت، وكمان نضفت الارض والدنيا بقت معايا ايه
تمام التمام كده. وكان كمان في دورة غسيل في الغسالة، طلعتها الحمد لله خلصت وهشيل بقى اللي على الحبال واحط مكانهم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلاص معاكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وعرفوا اخواتكم وحبايبكم بالقناة علشان عائلتنا الصغيرة تكبر ليكم وليكم بإذن الله. في رعاية الله أحبابي، مع السلامة، في رعاية الله.